السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا الأيام دي أيام مباركة، وعايزة أذكركم إنه تكتروا من الدعاء عشان ربنا يرفع عننا البلاء وينعم علينا بالأمن والأمان ولجميع بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. طبعا عارفة إنكم حتكونوا عايزين وصفات بتاعة لحمة وسلطات وحاجات زي دي. بس السمك كانت طالباه مني الأخت ساري، وقلت أنزله في الأول بعدين حنزل لكم وصفات تانية، والوصفات القديمة ممكن أرفع عليكم في قسم المنتدى، ممكن تدخلوا تشوفوها. عمل لكم سمك البلطي المقلي. طبعا أنا بحب البلطي شديد، فأي سمك مقلي بستخدم فيه البلطي. فعندي 4 سمكات أنا أميس كنت منضفاهم بالملح والليمون، وقشرتهم وشلت الخياشيم والبطن وخدتهم في الفريزر. لما طلعتهم، طبعا لما نطلع السمك لازم نخليه من غير موية، نخليه يفك، ونخد مناديل في البطن عشان تمتص السوائل بتاعت السمك كلها، وبعدين في التحمير ما يطلع لين ومعجن. فبنخد المناديل، وكمان هنا حنضيف زيادة واشيل الباقي من الخياشيم كلها. الخياشيم طبعا لازم تتنضف تماما، بعدين يتفرزن السمك. بعد ما اجففه كويس من الموية، حعمل فتحات في السمك، وبعد كده حاجهز التتبيلة. هستخدم حوالي 4 فصوص توم كبيرة، وشوية فلفل أسود أدقهم دق ناعم. طبعا الدق في الفندق بيخلي النكهة بتاعت التوم تكون رهيبة. فدقيتهم دق ناعم، وبعدين هضيف لهم باقي المكونات اللي هي ملعقة صغيرة كزبرة، وملعقتين صغار كمون أو شمار مسحون، ونص ملعقة صغيرة زنجبيل، وكمان حضيف ملعقتين صغار بصل بودرة. طبعا البصل البودرة بيغمق لون السمك شوية، لكن بدي طعم رهيب، فممكن عادي تستغنوا عن البصل البودرة. وهنا حضيف الملح ملعقتين صغار، وحضيف كمان عصير الليمون. حضيف عصير ليمونة كبيرة. الليمون ما نكتره عشان ما يضيع طعم السمك. هنا حأخلط المكونات دي مع بعض كده، وحأضيف بعد كده الدقيق ملعقتين كبار، ونص ملعقة كبيرة نشا. النشا ممكن نضيفه هنا في الخلطة، وممكن نضيفه مع الدقيق بتاع التغليفة. فأضيف موية كمان حوالي ربع كوباية، هزيد ملعقة واحدة بس، يعني التتبيلة ما تكون سايلة شديد. بعد كده حجيب السمك وامسحه كويس بالتتبيلة من برا ومن جوا. بعد كده هجهز الدقيق للتغليف. كوباية دقيق عليها رشة ملح بسيطة. ممكن قلنا النشا نضيفه مع التغليف، فما في أي مشكلة. بعد ما أغلف السمك كله حأخليه حوالي 10 دقايق لغاية ما التتبيلة تمتص الدقيق، والدقيق يبدأ يختفي، عشان لما نحمر بعدين الزيت ما يتوسخ. والزيت ممكن نحمر فيه 2 3 ويكون نظيف، بس بشرط انه الحرارة ما تكون عالية عشان الزيت ما يتأكسد ويتحرق. فبنحمر على حرارة متوسطة، نخلي الزيت يسخن، بعدين بننزل السمك نخليه حوالي 3 دقايق، ونقلب كل 3 دقايق لمدة ربع ساعة. طبعا السمك اللي بنجيبه من برا نكهته بتكون مركزة، وده لأنهم بيستخدموا الزيت أكتر من مرة. فدي طبعا حركة ما صحية، خصوصا إنهم بيستخدموا لفترة طويلة. بس في البيت عشان الزيت نظيف ممكن نستخدمه 2 3 بالكتير 4 مرات وخلاص. ما نكتر من كده عشان الزيت ما يكون مضر، وأصلا الزيت الكتير فيه ضرر طبعا.
بعد كده بعد ما خلصنا السمك نجهز السلطة. عندي حوالي 4 ورقات خس وخيارة واحدة ونص بصلة. حأفرمهم في المفرمة اليدوية زي ما شايفين. هكون مقطعة حبة طماطم واحدة أنزلها مع الخضار، وكمان ما ننسى عصير الليمون، وملعقة كبيرة من دبس الرمان. طبعا بتدي طعم، دبس الرمان بدي طعم جميل للسلطة، ورشة الملح، ونقلب مع بعض، وكده السلطة الخضراء بتكون جاهزة. نجهز صوص الطحينة والزبادي. عندي حوالي 5 ملاعق كبار من الزبادي، وحأضيف لهم 4 ملاعق كبار من الطحينة، وملعقة كبيرة مايونيز، وكمان ملعقة كبيرة خل. وطبعا حنضيف كمان الملح على حسب الطعم. وكمان ما ننسى نضيف فص من الثوم، ونقلب الحاجات دي كلها مع بعض، وكده صوص الزبادي والطحينة بيكون جاهز، وبنقدمه مع السمك وبألف صحة وهنا. ودي كانت وصفتنا لليوم، أتمنى تكون عجبتكم. لغاية ما أشوفكم في فيديو جديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.